في قرية هادئة، عاش 3 إخوة مع والدهم العجوز، الذي كان يملك ثروة من الأراضي والذهب. كان الأب معروفا بحكمته وعدله، وكان دائما يقول: الثروة الحقيقية ليست في الذهب، بل في القلوب الصافية. عندما اشتد عليه المرض، وعد بكتابة وصية تحدد نصيب كل منهم، لكنه توفي قبل أن يجد أحد هذه الوصية. عندها دب الخلاف بين الإخوة، كل واحد منهم يرى أنه الأحق بالميراث. قرروا الذهاب إلى القاضي الحكيم، الذي استمع إليهم بصبر، ثم قال: لأحل هذا النزاع، سأطرح عليكم تحديا. في مكان ما من هذه القرية، أخفى والدكم رسالة تكشف نواياه الحقيقية. عليكم العثور عليها وإحضارها إلي. انطلق الإخوة في البحث بحماس، ولكن دون جدوى. بعد ساعات من البحث، عادوا خالي الوفاض، فأشار القاضي إلى بيت والدهم القديم وقال: لماذا لم تفكروا في البحث هناك؟ بتردد، عاد الإخوة إلى المنزل، وهناك خلف صورة والدهم القديمة، وجدوا رسالة مطوية. فتحوها فوجدوا الكلمات التالية: العدل هو إرادتي. لن أكتب وصية تقسمكم، بل أترك لكم فرصة لإثبات حكمتكم. ساد الصمت، ثم قال القاضي: أمامكم فرصة أخيرة، اجلسوا معا واتفقوا على تقسيم الميراث بعدل كما كان يريد والدكم. لأول مرة، ناقش الإخوة الأمر بهدوء. اقترح الأكبر أن يأخذ نصيبا أقل لأنه لديه تجارة ناجحة، فيما قرر الأوسط أن يتشارك الأرض مع أخيه الأصغر، واتفقوا على تخصيص جزء لمساعدة المحتاجين في القرية. عندما عرضوا قرارهم على القاضي، ابتسم وقال: الآن فقط أصبحتم ورثة والدكم بحق، فقد ترك لكم إرثا أعظم من الذهب، إرث الحكمة والعدل. العدل لا يعني المساواة فقط، بل الفهم والتضحية للحفاظ على الروابط الأسرية. الثروة تزول، لكن المحبة والعدل يبقيان إرثا خالدا.